امتى اللي عنده اضطراب الهوية الجنسية يلجأ لعملية التحويل؟ أول حاجة لازم نسمع التجربة نفسها، يعني الشخص حاسس بإيه ومن إمتى وإيه اللي مؤثر عليه، وهل الإحساس ده ثابت ولا مرتبط بفترة أو بصدمة في حياته. تاني حاجة بنقيم تأثير ده على حياته نفسه، هل هو مش قادر يعيش بجسمه الحالي، بيعاني، منعزل، ولا في مساحة إن هو يتقبل نفسه مع الوقت. وتالت وأهم حاجة إن إحنا بنبدأ نشتغل معاه بالعلاج النفسي، ودي فترة بنبدأ إحنا كمعالجين نفهم حالته وندي التفسير والتشخيص ونساعده في نفس الوقت يفهم حياته أفضل، لأن بيبقى فيه فرق كبير قوي بين إنك مكتئب أو حاسس بالرفض أو مش قادر تحب نفسك، وبين إن أنت عندك صراع مع الهوية الجنسية بتاعتك. الاكتئاب قادر بقوة إن هو يخليك تكره كل حاجة فيك حتى جسمك، لكن ده مش معناه أبدا إن الجسم فيه حاجة غلط. طيب السؤال المهم بقى، إمتى بنلجأ لقرار الجراحة؟ أول حاجة معانا حالات الانترسكس. في الحالة دي الطفل بيبقى مولود بأعضاء جنسية مزدوجة وغير واضحة أو مختلطة ما بين الذكر والأنثى، والأهل لما شافوا ده اختاروا الجنس اللي هم عايزينه على هواهم وتعاملوا بالشكل ده وخلاص. رقم 2، اختلال هرموني شديد زي زيادة أو قصور في هرمون الذكورة أو هرمون الأنوثة زي الغدة الكظرية والغدة النخامية، وده ممكن يؤدي لظهور صفات جسمانية عكس الجنس البيولوجي للإنسان. رقم 3، تغيير واضح في الصفات الجنسية أثناء النمو، زي إن الطفل يتولد بشكل معين وبصفات جسدية معينة، لكن وقت البلوغ يبدأ يتطور بشكل عكسي. رابع نقطة هو تشخيص مؤكد لاضطراب الهوية الجنسية، وده بيتم بعد استيفاء معايير التشخيص العلمية. وأخيرا قبل أي قرار لازم نبقى مشخصين الحالة كويس جدا قبل اتخاذ أي قرار طبي، وده علشان نضمن إن الشخص مش مجرد إن هو بيهرب من تجربة مؤلمة أو ضغط اجتماعي صعب عليه إن هو يواجهه، ولازم نتأكد إن هو مش متأثر بأي ترند أو محتوى مضلل على السوشيال ميديا. وده دور العلاج النفسي في مركز يوتوبيا، إن احنا نقدم لك إيد تساعدك تفهم نفسك ومشاعرك وطبيعتك وأفكارك واتجاهاتك الجنسية والأهواء بتاعتك علشان تعيش حياة مستقرة وسليمة بإذن الله.